عند الله. إن مناضلنا مكرمنا والمحتفى به المنتمي أسرة المقاومة وجيش التحرير يعتبر من الجنود الأوائل الذين انخرطوا في جيش التحرير في جنوب الوطن. كان ذلك سنة 1956 بمدينة قلمية. وحرص الشهادة التي أدلى بها هو والكثير من رفاقه على درب الكفاح الوطني للمندوبية السامية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فإنه اصطف في صف المتطوعين الأوائل الذين انخرطوا في التشكيلات الأولى لجيش التحرير المغربي في الصحراء. فقد وفد على المجاهدين هذا الرجل بجمله وسلاحه إلى مدينة قلمية، وتوجه ضمن مجموعة من المجاهدين برئاسة الكولونيل محمد بن حمو المسفيري يرحمه الله نحو آطار، نحو مدينة آطار الموريتانية، مرورا بطنطان وسمارة. وقد شهدت هذه الرحلة الجهادية انضمام أفراد عديدين على طول المسافة التي قطعها هو ورفاقه، مما عزز صفوف جيش التحرير بأعضاء الكتب من أبناء الصحراء العارفين بطقسها ومسالكها. بعد عودة الكولونيل محمد بن حمو المسفيري من الداخل إلى قلمية موكلا لنائبه علاء الخميسي قائد الحق ليواصل المسيرة النضالية مع المجاهدين حتى منطقة آطار، حيث خاض في ربوعها جيش التحرير معارك ضارية ضد الاستعمار الفرنسي، وهي على التوالي أذكرها: معركة الشينان، معركة بنبط، معركة السطلة السوداء، معركة عقيل، معركة فنجول، معركة تيات، معركة تكل. وفي هذه المعركة الأخيرة أصيب مولاي سلمى وسيدي مولود بجروح بليغة، وبقي في ميدان المعركة مع الجرحى لمدة 5 أيام بلا إسعاف ولا مأكل ولا شرب، و9 أيام في الطريق إلى أوسرد ليتم نقله بطائرة إسبانية إلى مدينة طنطان، ومنها على متن سيارة إسعاف إسبانيا إلى وادي درعا ليتسلمه جيش التحرير. وهنا نتحدث عن فترة كانت لا تزال إسبانيا ربما تتعاطف فيها مع المجاهدين على منوال تعاملها مع جيش التحرير في شمال الوطن. وقد تماثل العلاج في مدينة قلمية مع رفاقه الجرحى، ولما اشتد عضله هو ورفاقه عاد الجميع إلى مدينة كيزنيت لتنظيم الصفوف وترتيب الأمور وتوزيع المهام. فكان المقاوم مولاي سلمى وسيدي مولود ممن أرسلوا إلى مدينة العيون، عيون الساقية الحمراء، والتحق بالمقاطعة 9 بقيادة المقاوم الكبير صالح بن عسوق شافه الله، حيث شارك في عدة معارك، منها على وجه الخصوص معركة الجيرة التي نحييها في يوم 18 فبراير من كل سنة. وواصل المجاهد اسماعيل مولاي سلمى وسيدي مولود واصل كفاحه الوطني على ضرب الجهاد الأكبر من أجل استكمال الوحدة الترابية وتثبيتها وصيانتها